يا دي المصيبة، يا دي المصيبة. ايه يا دود يا حبيبي مالك؟ الشركة بتاعتي اشترت أسهم في شركة البسكوت ب1,000,000 جنيه. ايه ده؟ للدرجة دي شركة البسكوت دي كسبانة؟ دي خسرانة وغرقانة، واللي هيقرب منها هيروح في 60 داهية زي ما حصل لي كده. يا أغبياء يا كلاب. ترد يا طارق الكلب أنت كمان. مفيش فايدة. أنا لازم أنزل أروح الشركة أوقف المهزلة اللي بتحصل دي. ايه تنزل تروح فين؟ انت ناسي ان احنا في شهر العسل. عسل ايه وزفت ايه؟ انا لو ما رحتش دلوقتي حالا هشوف مرار عمري ما شفته في حياتي. يعني انت مصر تخرج؟ يبقى اقول لك في مصيبه في الشغل. طيب خلاص انا هروح بقى اكلم مدام نانسي جارتنا، اخرج اعمل معاها شويه شوبينج على ما انت تخلص شغلك وتيجي. يعني هو ده رد فعلك على الكارثه اللي انا بقول لك عليها؟ يا دوت يا حبيبي انا عارفه ان انت قدها وقدود وهتعرف تحل المشكله. يلا اسيبك بقى لشغلك واروح اكلم نانسي. البت دي باين لها نحس عليا ولا ايه؟ قلبي مش مطمن، حاسه زي ما يكون بيكذب عليا. عندك دليل يا نعمة؟ لا. يبقى خلاص تنسي وتسكتي خالص وبلاش تفتحي على نفسك مشاكل. ايوه بس انا الدنيا علمتني اني ما اديش الامان لحد واتوقع الغدر في اي لحظه. يا بنتي حاجي على بيتك وجوزك، وما دام الراجل مراعيكي ومهنيكي يبقى ليه تفتحي بينك وبينه مشاكل؟ يما هو في حد برضه بيدور على المشاكل؟ ده انا ببقى قاعده ولا بيا ولا عليا والاقي المشكله جت ونطت في حجري معرفش جت لي منين. كل ده عشان جوزك سهر له سهره بره البيت ورجع البيت وش الفجر. يا سلام، وهو عادي يرجع وش الصبح ومش من حقي اعرف هو كان فين؟ ما هو قالك، وكمان سالتي مختار واتاكدتي بنفسك. مختار ده تعبان، ده يقول اي حاجه بس علشان يرضي نادين. حتى لو كان بيضحك عليكي انت خسرانه ايه؟ هو مش كتب لك الفيلا باسمك ونص حصته في الشركه؟ ايوه وسجلتهم كمان. طيب خلاص، يبقى عايزه ايه بقى؟ حطي في بطنك بطيخه صيفي وصهياني ولا كانك شايفه حاجه. ازاي يا ماما؟ ما اقدرش اعمل كده. يمكن لو ما كنتش بحبه كان ممكن، لكن ده برضه جوزي. يا اختي امال لو عرفتي اللي كان ابوكي بيعمله فيا، ده كان بيختفي من البيت بالاسبوع من غير حتى ما يكلف خاطره ويرفع سماعه التليفون. طب وانتي ايه اللي يخليكي تستحملي حاجه زي كده؟ هعمل ايه يا اختي؟ كنت مخلفاكي والمضطر يركب الصعب. انا بقى مش مضطره، انا معايا فلوس تسهل لي اي حاجه صعب وتلاقيني الحديد كمان.